الزملكاوي أشرف بن قلبي. تتوالى الصدمات على جماهير الزمالك منذ القدم، لكن هذه الصدمة تفوق نظيراتها، فصدمة قفل القيد ربما تكون مقبولة، أو صدمات نقص إعداد اللاعبين ووجود أزمة في شراء صفقات في ميركاتو الشتوي لعام 2025 فهي أيضا مقبولة. لكن انتشار أخبار انتقال نجم الزمالك السابق بن شرقي اليوم إلى ملعب مختار التتش فهذا الذي لن يكن مقبولا لدى عشاق مية عقبة. إذا سألت أحدهم عن حدوث هذا قبل عامين سيقول أنك تمزح بالتأكيد. أشرف بن شرقي كان يعتبره البعض رمز التضحية لنادي الزمالك، وأنه لن يخون انتماءه وينتقل إلى الغريم والمنافس الأبدي النادي الأهلي. ولكن تيقن الجميع اليوم أننا في عصر الاحتراف، فالأموال تفعل كل شيء، ولا سيما العرض المقدم من الأهلي الضخم بخلاف الهدايا والامتيازات والسيارات. فمن هنا ومن هذه اللحظة لن تثق جماهير الزمالك في أي لاعب محترف مجددا، وستمزق قصة بطولة بن شرقي داخل جدران الزمالك إلى الأبد، بل سيتحول إلى منافس أو خصم شرس، وهذا ما لم يكن عشاق الأبيض يتمنوه. تم التوقيع مع بن شرقي اليوم، وسيتم الإعلان بفيديو تسويقي يليق بحجم الصفقة غدا. وسؤال الحلقة لجميع المشاهدين: هل تتوقع نسخة قوية من بن شرقي مع الأهلي، أم أن عامل السن والشغف قد يجعله لاعبا عاديا؟